مركز هسبريس للدراسات. أشكر أيضا المعهد الصحافة الذي استضافنا في هذه الأمسية الرمضانية. حقيقة يعني عندما اتصل بالصديق الأستاذ نور الدين لشهب للقيام أو لإلقاء هذه المحاضرة وفي رمضان، يعني ترددت كثيرا، يعني قلت يعني هل هناك معدة لاستيعاب حديث سياسي عن ثورات عربية بعد الحريرة والحلويات والطاجين والأكل الدسم؟ يعني فالحمد لله يعني أرى هذه الوجوه الطيبة الحريصة على الاستماع ويعني تبصر لما يجري في منطقتنا العربية من تطورات. كالعادة يعني أشعر بسعادة غامرة عندما أكون في وسط أشقائنا في المغرب، لأني أعرف مدى حرصهم على الثقافة وعلى مدى وطنيتهم أيضا وشعورهم القوي تجاه أمتهم وتجاه عقيدتهم. أبدأ بالقول بأن يعني جميع المحاضرات التي كنت ألقيها سواء باللغتين العربية أو الإنجليزية كانت سهلة جدا، لأن المواضيع واضحة، يعني إما أبيض أو أسود، فكانت تكون المهمة سهلة. أيضا في الكتابة كانت أيضا تكون المهمة سهلة جدا، لأنه واضح جدا الأمر. لكن أعترف بأنني أجد صعوبة جدا هذه الأيام، ليس في فهم ما يجري في المنطقة فقط، وإنما خوفا عما يجري فيها والمآلات التي يمكن أن تنتهي إليها والأخطار التي يمكن أن نواجهها سواء في ال5 سنوات أو ال10 سنوات وربما ال30 عاما المقدمة. يعني ما يجري حاليا لن يهدأ غباره قبل مرور على الأقل 10 سنوات، هذا إذا يعني وهذا إذا كنا متفائلين إن لم يكن أكثر. أبدأ بالقول بأن حتى نفهم ما جرى ويجري في المنطقة، بداية أحب أن أوضح نقطة أساسية، أنني كنت من أكثر المتحمسين لعملية التغيير في المنطقة. يعني كانت المنطقة وصلت إلى حالة من الجمود غير مسبوقة، حالة من الفساد، حالة من التعفن، وكنا نعتقد بأن هذه الحالة ربما تكون استثنائية أو مؤقتة. فلذلك أيدنا الإصلاح، أيدنا حتى تغيير الأنظمة، على اعتقاد بأن التغيير سيأتي بالأفضل. لكن من المؤسف جدا أن هذه الثورات العربية التي كانت تعكس نوايا طيبة، نوايا الحرص على اللي هو الذهاب إلى الأفضل والتخلص من كل الأدران التي لحقت بشعوبنا، لكن للأسف هذه الثورات خطفت من قبل قوى غربية لا تريد لهذه المنطقة أي تقدم وأي استمرار وأي خروج من أزماتها المجتمعية وأزماتها السياسية وأزماتها الاقتصادية. قبل أن أذهب إلى التفاصيل، أود أن ألخص يعني ما جرى وما يجري في المنطقة في عدة تيرمينولوجيز أو مصطلحات أساسية. هذه المصطلحات الأساسية أو الكلمات الأساسية إذا فهمناها وتوقفنا عندها نستطيع أن نفهم لماذا جرى ذلك وكيف يمكن أن تتطور الأمور. هذه الكلمات تبدأ أول شيء كلمة الإذلال. نحن عشنا ونعيش في المنطقة كعرب وكمسلمين حالة من الإذلال غير مسبوقة. هذا الإذلال سواء كان من أنظمتنا أو من القوى الغربية، وسأشرح أكثر. النقطة الثانية حالة من الإحباط. هذا الإحباط ناجم أو فرستريشن هذا الإحباط ناجم عن انسداد الأفق أمامنا. يعني عندنا جيل صاعد يعني فاقد الأمل كليا. يعني عندنا أكثر من 85 مليون عاطل عن العمل في منطقتنا العربية في الوقت الحالي. عندنا معظم الدول العربية على الأقل ثلثها تحت خط الفقر. الإحباط أنه لا يوجد أفق أمام هذه الأجيال الجديدة. هذه مشكلة كبيرة جدا. أيضا الإحباط حتى عند الأجيال الأكبر، لأنه هذه الأجيال توقعت أن تتطور الأمور إلى الأحسن،
لكنها للأسف لم تتطور إلى الأحسن على الإطلاق. فعندنا الإذلال أولا، الإحباط ثانيا، ثالثا التهميش. يعني الآن نحن نعاني من التهميش، أو مثل ما يطلقون عليها بالإنجليزي marginalization، عملية التهميش. هذا التهميش بمعنى تهميش لقطاعات أساسية في شعوبنا العربية. هذا التهميش سواء السنة يهمش الشيعة، الشيعة يهمشوا السنة، الشيعة والسنة العرب يهمشون الأكراد، أو يهمشون التركمان، أو يهمشون، يعني هذا التهميش يعني لعب دورا كبيرا ويلعب دورا كبيرا فيما تطورت إليه الأمور في السنوات الماضية. أيضا الطائفية، نحن الآن نعيش خطر مدمر اسمه الطائفية في المنطقة العربية. هذه الطائفية هي التي ربما تقوض مجتمعاتنا بأسرها. في الماضي كانت هناك هوية واحدة، يعني هوية موحدة، هوية تجمع مظلة ينضوي الجميع تحتها. لكن لو أخذنا مثلا العراق الآن، يعني الآن تجد العراق هناك عدة هويات. هناك هوية شيعية، هناك هوية سنية، هناك هوية أزيدية، هناك هوية تركمانية، هناك هوية كردية. لا توجد هوية جامعة إطلاقا. هذا النموذج ينطبق، أو الآن يحاولون تطبيقه على مختلف الدول العربية وليس فقط على العراق. فهذه الطائفية مشكلة أساسية الآن نحن نعاني منها. النقطة الرابعة أو الخامسة هي غياب الحكم الرشيد، اللي هو good governance. هذا الحكم الرشيد للأسف هو الذي يغيب عن معظم الدول العربية. ففي ظل غياب هذا الحكم الرشيد تبدأ الأمراض كلها تطفو على السطح. وهذا الطوفان على السطح يعني نراه في ثورات، نراه في صدمات طائفية، نرى لأنه لا يوجد هذا الحكم الرشيد الذي يعني يحقق المساواة، يحقق العدالة، القضاء العادل المستقل، يقضي على الفساد، يقتلع من جذوره. فهذا هو المشكلة الأساسية. والثورات العربية أصلا قامت من أجل الوصول إلى هذا الحكم الرشيد، لكن معظمها للأسف لم يحقق هذا الأمر. الدور التعبير السادس أو الخامس هو التدخلات العسكرية الأمريكية. منذ أن بدأت التدخلات العسكرية الأمريكية في المنطقة ونحن نتجه إلى الدمار. يعني لاحظوا الولايات المتحدة الأمريكية أو الغرب لا يتدخلوا في أي مكان آخر في العالم عسكريا إلا في العالمين العربي والإسلامي. هذه المشكلة الأساسية، يعني متخصصون في التدخل العسكري في مناطقنا. تدخلوا في العراق، تدخلوا في ليبيا، تدخلوا في اليمن، يتدخلون الآن في سوريا، وهكذا. هذه هي المشكلة الأساسية. ماذا يعني التدخل العسكري؟ التدخل العسكري يعني بالدرجة الأولى هو خلق دولة فاشلة. نحن لدينا في الوطن العربي الآن 5 دول فاشلة. ماذا يعني الدول الفاشلة؟ أنه لا توجد دولة مركزية، وإن وجدت دولة مركزية لا تستطيع السيطرة على حدودها، ولا تستطيع أن تفرض هيبتها وأن تفرض وجودها على شعوبها. الأمر الآخر اللي هو سوء التقدير، الأندر استيميشن، بمعنى أنه هناك حالة من سوء التقدير في المنطقة. احنا مثلا أسأنا تقدير التدخل العسكري الأمريكي في العراق وأخطاره. أسأنا تقدير اللي هي الجماعات الإسلامية المتطرفة مثل الدولة الإسلامية أو داعش أو في سوريا. أسأنا تقدير تسليح المعارضة بشكل أو بآخر والأخطار اللي ممكن أن تترتب على ذلك. أسأنا تقدير مخاطر التدخل الناتو في ليبيا أيضا. فكل هذا سوء التقدير هو الذي، حتى الدول الغربية أيضا أساءت التقدير. يعني عندما تدخلت عسكريا في ليبيا لم تتوقع أن تكون ليبيا دولة فاشلة، لم تتوقع أن تكون ليبيا هي يعني ساحة للميليشيات وساحة للتطرف وساحة للفوضى الدموية. هذه كمان من عوامل سوء التقدير. النقطة الأخيرة هي دور وسائل التواصل الاجتماعي. نحن نعيش ثورة حقيقية اسمها وسائل التواصل الاجتماعي. يعني حتى هذه اللحظة يعني لم نستطيع أن نقدر أهمية وخطورة هذه الوسائل، من فيسبوك إلى تويتر إلى إنترنت إلى إنستغرام إلى تليجرام إلى كل هذه الوسائل. هذه أحدثت انقلابا غير عادي في منطقتنا وخاصة في أوساط الشباب. إلى أين ستصل هذه الثورة، ثورة التواصل الاجتماعي؟ نحن لا نعرف بالضبط أين حق.
طيب، بدأنا بالقول بأن هذه المنطقة يعني بدأت بثورات. هذه الثورات كانت مشروعة، هذا التحرك كان مشروعا لسبب بسيط، لأن القمع وصل مداه، لأن الفساد وصل ذروته، لأن دائرة المشاركة الشعبية في السلطة وفي القرار تراجعت إلى أدنى مستوياتها. أنظمة الحكم في معظم الدول العربية تكلست وأصبحت غير قابلة بأي تغيير وأي ضغط من الشارع، بل أهملت الشارع بكليا، وأصبحت أسيرة فئة محدودة جدا وعزلت السلطة عن الشعب، بحيث أصبح الشعب في واد والسلطة في واد آخر. هذا كله يعني أدى إلى هذا الانفجار الشعبي المشروع. متى بدأ التغيير أو متى بدأنا نخاف؟ عندما ظهر علينا توني بلير، اللي هو كان شريكا أساسيا في الحرب على العراق مع الولايات المتحدة الأمريكية، خرج علينا وأنا سمعت بنفسي في محطة الBBC باللغة الإنجليزية يقول بأننا مع هذه الثورات، مع هذا التغيير، لكن شريطة أن يكون هذا التغيير متحكم به. يجب أن يكون هذا التغيير متحكما به، يعني أن نتحكم به نحن وليس أي قوة أخرى. طيب كيف؟ ماذا يعني هذا التحكم؟ هذا التحكم أن يوظف أو أن توظف هذه المشاعر الحقيقية الطبيعية العفوية، أن توظف في مصلحة مشروع يعني تفتيت الأمة بكاملها وتفتيت الدولة القطرية. وبدأت بدأت إرهاصات هذا المخطط عندما غزت الولايات المتحدة الأمريكية العراق واحتلته. صدقوني، يعني لو كان العراق متماسكا، صدقوني لو لم يسعوا لتدمير العراق واحتلاله وتفكيكه، لما هذا المخطط نجح أو حقق أي نجاح على الإطلاق. هذه هي المشكلة الأساسية. عرفوا من أين يبدأوا. إذا تلاحظوا أمر أساسي في كل اللي هي عمليات التدخل الغربي اللي حاولت أن تخطف وما زالت، اللي هي الثورات العربية. هناك قواسم مشتركة بين الدول التي تعرضت لثورات الربيع العربي أو تعرضت للتدخل لخطف ثورات الربيع العربي. ماذا يجمع بين هذه الدول؟ يجمع بينها أول شيء التعايش. هذه الدول فيها تعايش إثني وتعايش طائفي وتعايش اجتماعي. يعني العراق مثلا، احنا في العراق لم نكن نعرف من هو سني، من هو شيعي، من هو مسيحي، من هو مسلم، من هو أزيدي، ما كنا من هو تركماني، لا نعرف هذه الأشياء. نعرف عراقي أو غير عراقي. هذا أول. سوريا مثلا، في سوريا لم نكن نعرف من هو العلوي، من هو الشيعي، من هو الإسماعيلي، من هو السني، لا نعرف على الإطلاق من هو المسلم، من هو المسيحي. حتى ليبيا، ونحن كنا نضحك كثيرا على القذافي ونتمسخر عليه، وأيضا ليبيا هذه اللي 1,000,000 كيلومتر مربع، هذه يعني لم نكن نعرف بالضبط يعني من هو من الورفلة ولا من ورشفانة ولا من العبيدات ولا من المقارحة ولا من يعني القذافي. لم نعرف هذه التقسيمات على الإطلاق. لم تكن هناك أيضا جماعات إسلامية متطرفة في ليبيا، لم تكن هناك جماعات إسلامية متطرفة في العراق، لم تكن هناك جماعات إسلامية متطرفة في سوريا. كان هناك يعني الحد الأدنى إن لم يكن أعلى من التعايش بين الناس. إذا التقلنا أيضا اليمن، حتى اليمن، هذا اليمن القبلي، في اليمن في هناك أكثر من 50 مليون قطعة سلاح، ورغم ذلك يعني عاش اليمنيون كلهم يعني عاشوا تحت دولة في إطار دولة واحدة. لم نعرف من هو الزيدي، ولم نعرف من هو السني، لم نعرف من هو التعزي، ولا من هو الشمالي ولا الجنوبي. كانت في هناك الحد الأدنى من التعايش، والأمثلة كثيرة في هذا الإطار. فالمشكلة الأساسية أنه هذه الدول هي ماذا تعني هذه الدول؟ هذه الدول أيضا كانت عندها مشروع وطني كبير جدا يتعلق بعملية تحرير فلسطين. يعني هذه الدول كان فيها جيوش، وكانت هذه الجيوش اتفقنا معها أو اختلفنا، هذه الجيوش كانت تشكل العصب الأساسي للأمة العربية بأشكالها كلها أو بأطرافها كلها. هذه كانت هناك جيوش، كانت هناك عقيدة توحد هذه الأمة، توحد الشعب كله. يعني هذه المشكلة الأساسية. طيب الآن لا، الآن يعني كانت إسرائيل هي العدو عند معظم الناس أو الغالبية الساحقة من العرب والمسلمين. الآن لم تعد إسرائيل هي العدو،
حقيقة يعني أنه أنا لما تشوف صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر والأشياء، تجد أن هناك من يريد أن يجعل من إيران هي العدو الأساسي، وأن يقسمنا على أساس هذا سني وهذا شيعي، وأنت إذا أنت عاديت إسرائيل فأنت مع الشيعة، أنت مع إيران، أنت مع يا ريت حتى الشيعة، يقول المجوس وأبناء المتعة والرافضة. يعني أصبحنا نسمع توصيفات غير عادية وغير مسبوقة. هذه المشكلة. والآن هناك يعني توظف إمبراطوريات إعلامية ضخمة جدا بميزانات بمليارات الدولارات من أجل اللي هي تكريس هذا التفتيت الطائفي الذي نعاني منه وسنعاني منه، من أجل من مصلحة أنظمة معينة أو حكام معينين ليستمروا في السلطة. هذه هي المشكلة الأساسية. طيب، كيف يعني جرى التعامل مع هذه ثورات الربيع العربي؟ هناك نوعان من هذا التعامل. حقيقة يعني في هذا البلد، في هذا المغرب، عندنا نموذجان يعني في المنطقة العربية، النموذج المغربي والنموذج الأردني والنموذج العماني، 3 نماذج. ماذا حصل يعني في هذا البلد؟ يعني أنا حقيقة يعني اسمحوا لي أن أكون صريحا وواضحا، لأني تابعت تجربتكم وتوقفت عندها بإعجاب. عندما بدأ تحرك الشارع المغربي، سواء من جراء نفسه أو بسبب الضخ الإعلامي وبسبب محاكاة بعض الثورات العربية، عندما تحرك ماذا حصل؟ حصل أنه أهلا وسهلا، تريدوا انتخابات؟ نعمل انتخابات. تريدوا حل البرلمان؟ سنحل البرلمان. تريدوا تعديل الدستور؟ سنعدل الدستور. وجرى امتصاص هذه النوع، يعني التماهي والتجاوب مع مطالب شعبية أساسية. يعني هذه المطالب لم تكن هي يعني قمة المنال بلا شك، لكن على الأقل يعني جرى تفويت خطر كبير ربما كان يعني يزحف باتجاه المغرب. نفس الشيء في الأردن، صار هناك حراك جماهيري، صار هناك حراك شعبي، جرى امتصاصه من خلال بعض الإصلاحات التي وقعت، ويعني الحمد لله لم تحدث خسائر بشرية، لم تحدث ضحايا، لأنه كانت طريقة التعامل جيدة. في عمان أيضا كان هناك ثورة شعبية وكانت غير مسبوقة. جاء من يقول أهلا وسهلا، نحن نحل المجلس الوزراء، نحل البرلمان، وتم طرد 2 من المستشارين المقربين للحاكم، واللي هو إجراء انتخابات جديدة وخلق 60,000 وظيفة فورا. فجرى امتصاص هذه النقمة واستيعابها. طبعا في دول أخرى استوعبت هذه، مثلا المملكة العربية السعودية 120 مليار دولار دفعتها للشعب، إعفاء من أقساط إسكان، زيادة رواتب، مكافأة شهرية. هذه كانت تملك الرصيد المالي الضخم، وظفت هذا الرصيد بشكل أو بآخر. لكن الدول الأخرى، يعني هذا لا يعني أن الدول الأخرى لم ترغب في ذلك، حتى لو رغبت في الامتصاص كان ممنوعا عليها لسبب بسيط، لأنه كان مطلوب تدميرها، يعني كان مطلوب تقسيمها، كان مطلوب تفتيتها على الأقل كمرحلة أولى. حتى لو حاولت الإصلاح، حتى لو لا، كان ممنوعا لسبب بسيط، لأنه كان هناك خطة. يعني أنا أعرف شخصيا يعني في بريطانيا مثلا كان هناك تحضيرا للاضطرابات في سوريا قبل أن تبدأ الثورة السورية، وشاهدنا مؤسسات إعلامية، شاهدنا تلفزيونات، وهناك وثائق تقول بأنه جرى استخدام هذه يعني بحسن نية ربما من قبل اللي قائمين عليها، استخدموا بحسن نية من أجل اللي هو تمرير بعض المخططات. هذا لا يعني أنه في أخطاء كبيرة جدا للنظام كانت هناك، في قمع، كانت هناك في ديكتاتورية، لا نشك في ذلك على الإطلاق، لكن العملية هي التوظيف اللي صار. طيب، لاحظوا شيء أساسي آخر، هو الجيوش العربية. يعني بدأوا بالجيوش العربية، يعني ممنوع أن تكون هناك جيوش عربية، يعني لأنه هذه الجيوش العربية أساسية في المنطقة، ليس من أجل مكافحة إسرائيل. يا أخوان، في العالم الثالث وفي العالم العربي على وجه التحديد هناك مؤسستان هم الأقوى وهم الأكثر حفاظا على الوحدة الوطنية وعلى الحدود وحدود الدولة. هي المؤسسة العسكرية، يعني تجد دائما المؤسسة العسكرية هي الوحيدة المتماسكة، وهي الوحيدة حتى في ظل الدكتاتوريات. تجد المؤسسة العسكرية هي الضامن للوحدة الترابية، هي الضامن للهيكلية السياسية، هي الضامن للبلد.
أيضا المؤسسة الأمنية. فوجود طبعا احنا لدينا تحفظات كثيرة جدا على المؤسسات الأمنية وقمعها واضطهادها وتعذيبها، لكن هاتان المؤسستان في ظل غياب المؤسسات الديمقراطية كانوا هم الضمانة للحفاظ على الوحدة. طيب ماذا حدث بالضبط الآن أو ماذا سيحدث؟ ما حدث على وجه التحديد هو أنه نحن الآن أصبحنا بلا جيوش وبلا ثروة نفطية وبلا مؤسسات وطنية وبلا هوية جامعة. هذه 4 أشياء أساسية. تجد الآن سمي لي جيش عربي، ما فيش جيش عربي، ما في جيش عراقي، ما في جيش سوري، ما في جيش مصري حتى بشكل أو بآخر. الجيش المصري اللي كنا نعول عليه كثيرا أصبح منشغلا في الترع بعدين أو صناعات مدنية أو أشياء، لم يعد الجيش المحترف الذي كنا نعرفه. ما في جيش سوري، وإذا في هذا الجيش السوري فهو منهك. ما في جيش عراقي، وحلوا الجيش العراقي وحلوا المؤسسة الأمنية، وما هو البديل؟ هو الدولة الإسلامية أو داعش. هم الذين خلقوا الحاضنة. الأمريكان عندما احتلوا العراق خلقوا الحاضنة للتطرف السني على وجه التحديد، الذي يقابل أيضا الآن بدأ اللي هو التطرف الشيعي. هذه المشكلة الأساسية اللي احنا نواجهها. كمان نقطة أخرى، هذه الأنظمة التي تواجه الآن الانهيار أو تواجه التفتيت، هذه الأنظمة هي التي كانت تطالب بأسعار عادلة للنفط في منظمة أوبك. صدقوني والله لو نجحت التجربة التفتيت في سوريا، أو لو انهار النظام السوري، يمكن كانت الجزائر هي بعد السورية، وربما كانت أيضا المغرب بعد سوريا، كانت هناك احتمالات كبيرة جدا أن تنتشر من سوريا إلى محلات أخرى. في نقطة أخرى أساسية، كان مفروضا حتى اللي كانوا مع التغيير، هناك فرق كبير بين تغيير أنظمة وبين تغيير دول، بين تغيير حاكم وبين تغيير هيكلية الدولة. انتبهوا لهذه المسألة. الآن أصبح التغيير هو ليس للحاكم. طيب غيروا ليبيا، غيروا حاكم ليبيا، راح القذافي، لكن كمان غيروا الدولة الليبية. ما لم تعد هناك دولة ليبية. يا سيدي غيروا العراق، لم تعد هناك دولة عراقية. غيروا الحاكم لكن ما عادش في دولة، بمعنى دولة لها هيبة ولها حدود ولها سيطرة على حدودها. سوريا أيضا الهدف أنه ليس تغيير النظام فقط، وإنما تغيير الدولة. لو شفتم الدستور السوري أو مشروع الدستور السوري، ماذا تجدوا فيه؟ تجدوا فيه هذا دستور لتقسيم البلد على أسس طائفية وعلى أسس عرقية. خلق 5 دول في سوريا، ألغوا شيء اسمه مجلس الشعب، وعملوا برلمانات محلية، والآن يتحدثون عن الفيدرالية، عن فدرلة سوريا. فدرلة سوريا جاءت بعد فدرلة العراق، وربما تأتي بعد ذلك لفدرلة مصر، ربما تيجي فدرلة السعودية، فدرلة اليمن، وهكذا. ما عادش في اللي هو يقول لك لا، إنه سوريا السابقة لن تعود مرة أخرى. سوريا الموحدة لن تعود مرة أخرى، العراق الموحد لن يعود. لا يريدوا دولة عربية قوية. نحن في أجيالنا كنا نحلم نرفض الدولة القطرية ونتطلع إلى الدولة القومية، الدولة الشاملة. الآن لا توجد هذه الدولة الشاملة. الآن كله، حتى الدولة القطرية راحت، قتلت الدولة القطرية. طيب الآن احنا نعيش 100 سنة على سايكس بيكو الأولى. ماذا فعلت سايكس بيكو الأولى؟ فعلت سايكس بيكو الأولى هو فصل العرب عن الأتراك، فصل العرب عن العثمانيين. وكيف بدأت هذه سايكس بيكو؟ بدأت أيضا بالثورة العربية الكبرى. الثورة العربية الكبرى كانت ضد اللي هو الأتراك أو التتريك أو اللي هو حكم تركيا الفتاة، باعتبار أن أنتم عرب وهؤلاء أتراك، فأنتم مثل الزيت والماء لا تختلطوا مع بعض. خلي الأتراك يروحوا وإحنا العرب نعطيكم اللي أنتم نعطيكم الاستقلال، نعطيكم الحرية، نعطيكم كل ما تريدون، لكن فقط ثوروا ضد الأتراك. ثرنا ضد الأتراك. ماذا كانت المكافأة؟ كانت المكافأة سايكس بيكو اللي هي قسمت المنطقة وجزأتها ووضعها هذه المنطقة تحت الانتدابين البريطاني والفرنسي.
استمر الحال على. الآن هناك بعد 100 عام إعادة صياغة لسايكس بيكو 2. يعني سايكس بيكو 1 كانت هي من الدولتين المستعمرين، كانت فرنسا وأمريكا، فرنسا وبريطانيا. الآن فرنسا وبريطانيا لم يعودا القوى العظمى في المنطقة، من حل مكانهما؟ روسيا وأمريكا. الآن هناك كيري وهناك لافروف بدل سايكس وبدل بيكو. هؤلاء الآن في تفاهم روسي أمريكي على المنطقة العربية، نفس التفاهم الذي كان بين اللي هو فرنسا وبريطانيا. هذه مسألة كثير 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 مهمة. يعني سايكس بيكو الأولى يعني التي نترحم عليها حاليا خلقت دول، لكن سايكس بيكو الثانية ستخلق كيانات، ستخلق تفتيت، وممنوع أن تكون هناك هوية موحدة. يعني هذه المشكلة الأساسية التي نواجهها، وهذه هي المشكلة التي ستأتينا في المرحلة المقبلة. الآن قالوا الأولوية هي اللي هو القضاء على الإرهاب. طيب بعد القضاء على الإرهاب ماذا سيكون؟ اللي هو الكيانات أو الجيوب الطائفية والجيوب العرقية في كل دول المنطقة. يعني هذا هو المصير للأسف اللي احنا يعني نتوقع أن يكون فيه. النقطة الأخرى يعني يريدون إصلاح الخطأ الذي حدث في اتفاقيات سايكس بيكو. ما هو هذا الخطأ؟ في اللي هو معاهدة سيفير اللي جاءت بعد سايكس بيكو عام 1920 كانت تعني قيام دولة كردية، يعني تصير انه الاكراد يعني كمان كعرق، لانه كان التقسيم على اساس عرقي في سايكس بيكو الاولى عرب واتراك، وارادوا ان نكون ايضا اكراد. لكن كمال اتاتورك استطاع ان يغير هذه المعاهده، معاهده سيفير، وان يوقع معاهده اخرى اسمها معاهده لوزان عام 1923 بمعنى اسقاط اللي هو حق الاكراد في الدوله او في كيان لهم او في وطن قومي هوملاند في المناطق الكرديه في سوريا وفي العراق وفي تركيا. الان هناك محاوله لتصحيح هذا الامر. الان اذا لاحظتم ان الولايات المتحده الامريكيه وروسيا يعتمدوا اعتمادا أساسيا على القوى الكردية. يعني الجيش الديمقراطي السوري هو الذي الآن يقاتل من أجل اللي هي السيطرة على الرقة. تجد كمان أيضا البشمركة العراقية الآن لها في الكردستاني لها دور كبير في معركة استعادة الموصل. أيضا الوحدات الحماية الكردية في حلب هي التي الآن تتقدم نحو منبج، وهي التي تتقدم نحو إعزاز للسيطرة على الحدود التركية السورية الشمالية الغربية، واللي هو تكريس الكيان الكردي على طول الحدود السورية الشمالية والحدود التركية الجنوبية. هذه هي اللي يريدونه لنا في هذا المشكلة. طيب قد يسأل سائل أين قضية فلسطين من كل ذلك؟ ماذا سيحدث لقضية فلسطين مثلا؟ قضية فلسطين للأسف كل هذا يجري حاليا من أجل اللي هو فك الارتباط بين العرب والمسلمين وقضية فلسطين. يعني تذكروا ذلك أنه الآن هم يعني لا يريدوا من إسرائيل أن تكون عدوا. الآن التطبيع السري يعني يسير على قدم وساق بين دول خليجية وبين اللي هو إسرائيل. يعني الآن يعني خلقوا من إيران هذا الخطر الكبير من أجل أن يبرروا التحالف العربي أو من جزء من العرب مع إسرائيل تحت ذريعة أن إسرائيل ستحميهم من إيران. إسرائيل لن تحمي دول الخليج من إيران على الإطلاق. وإذا افترضنا أن إيران هي الخطر، يعني أنا لا أعرف يعني لماذا تعتبر دول الخليج إيران هي الخطر؟ طيب إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية أدركت بأن أمامها خيارين، الخيار الأول أن تتحاور مع إيران، الخيار الثاني أن تحارب إيران. لما جلسوا وحسبوا حساباتهم وجدوا أن الحرب مع إيران لن تحل المشكلة، لأن الحرب في ليبيا ما حلت المشكلة، والحرب في العراق ما حلت المشكلة، بل فرقت مشاكل كثيرة. فقرروا أن يتحاوروا مع إيران وأن يتفاهموا مع إيران ونتوصلوا إلى اتفاقيات. طيب نحن ماذا عندنا حتى نحارب إيران مثلا؟ يعني لماذا لا نتحاور مع إيران؟ يعني ما العيب أن نتحاور مع إيران؟ ما فرنسا تحاورت مع بريطانيا اللي كانوا عدوين لدودين. أيضا ألمانيا وفرنسا يعني ألمانيا احتلت فرنسا.
طب وبعد ذلك يعني بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ماذا فعلوا؟ حلوا المشكلة، عملوا اللي هو اتحاد الحديد والفحم، ثم طوروه إلى السوق الأوروبية المشتركة، ثم طوروه إلى الاتحاد الأوروبي من أجل أن يزيلوا هذه الخلافات وهذه الأحقاد. طب لماذا لا نفعل ذلك نحن؟ يعني طب احنا يعني زمان، طب يعني المملكه العربيه السعوديه من 2012 حتى الان يعني انفقت اكثر من 130 مليار دولار على الاسلحه. طب ماذا سنفعل في هذه الاسلحه يعني؟ طب اذا كان الولايات المتحده الامريكيه لم تستطع حسم الحرب في العراق لمصلحتها وهي اقوى قوه عالميه في التاريخ، حتى لم توجد قوه مثل قوه الولايات المتحده الامريكيه، عندها 7300 راس نووي. طيب يعني في افغانستان الولايات المتحده الامريكيه بعد 15 عاما ما زالت يعني طالبان موجوده وما زال الامر موجود. فيعني علينا احنا في تقديري يعني ان نسال يعني لماذا نعادي ايران؟ يعني هل من مصلحتنا ان نعادي ايران؟ هل من مصلحتنا نخوض حرب مع ايران؟ هل من مصلحتنا ان نخلق يعني نوع من العداء السني الشيعي في المنطقه ونستمر في حروب طائفيه لسنوات قادمه، خاصه اننا على حافه الافلاس بعد ان تراجعت اسعار النفط من 140 دولار للبرميل الى اقل من 35 دولار للبرميل؟ هل هو هذا وقت الان التخطيط لحروب مثلا والخوض؟ طب احنا في اليمن الان سنه وثلاث شهور في اليمن ولم يتم حسم هذه الحرب حتى الان رغم الفارق الكبير جدا في اللي هي موازين القوى في المنطقة. فعلينا أن نكون يعني واعيين لما يمكن أن يحدث في المنطقة. الآن يعني أرصدتنا تتآكل، بعدين الآن نطعن من الظهر. المملكة العربية السعودية 70 عاما من التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية، قدمت خدمات كبيرة جدا للولايات المتحدة والغرب من خلال تخفيض أسعار النفط، واللي هو كمان المشاركة في المشروع الغربي في العراق، المشاركة في المشروع الغربي في أفغانستان، المشاركة في الحرب على ليبيا وإسقاط النظام في ليبيا. طيب يعني ماذا فعلت؟ الآن المملكة العربية السعودية متهمة بأنها تدعم الإرهاب، وجرى تمرير قانون في الكونغرس بأن يعني من حق الضحايا أو أهالي ضحايا هجمات 11 من سبتمبر أن يقاضوا المملكة العربية السعودية. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن هناك 116 مليار دولار سندات أمريكية اشترتها السعودية، هذه ممنوع على المملكة العربية السعودية أن تسحب دولار واحد منها انتظارا لهذه المحاكمات. يعني أموالنا يعني تتبخر ونغرق في حروب بشكل غير عادي في اليمن وفي سوريا. طب حتى متى هذا الشيء بصير؟ طيب يعني كيف سيكون مستقبل؟ بيحكوا عن داعش الآن، يعني تخيلوا الآن أكثر من 80 دولة تحارب داعش. من هي داعش هذه؟ يعني هذه داعش يعني هل هي بهذه القدر من القوة مثلا؟ ومن الذي خلق داعش؟ يعني أنا أستغرب وأنا عامل كتاب عن داعش يعني وصدر بعدة لغات، يعني إنه هذه يعني العراق لم يعرف التطرف الإسلامي على الإطلاق في تاريخه. الآن كيف جاءت؟ جاءت بسبب الاحتلال الأمريكي للعراق، بسبب المحاصصة الطائفية التي أدخلها بول بريمر وعندما أسس مجلس الحكم في العراق. هذه المشكلة، أنه أنت لما تيجي تقذف في 1,000,000 جندي وضابط وجنرال في الشارع تحت عنوان اللي هي ديباثيفيكيشن واجتثاث البعث، وعندما أيضا حرس جمهوري تفكك وتقذف بالناس في الشارع، ماذا تتوقع؟ تتوقع من هؤلاء الناس أن يسكتوا؟ من هنا بدأت اللي هي هذا التطرف. الآن هناك قوتين عظميين، هناك ثلاث اللي هما الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، هناك أيضا قوى إقليمية إيران والسعودية المملكة العربية السعودية وتركيا. كل هذه الدول وبالإضافة إلى فرنسا وبريطانيا وألمانيا وأكثر من 60 دولة. طيب يعني لماذا هذا كله؟ يعني ما الهدف من وراء ذلك؟ أنا في تقديري يعني أنه ممكن القضاء على داعش، بس هو المبالغة لأنه بدهم يضعوا يدهم على المنطقة، بدهم يسيطروا على المنطقة ويفرضوا اللي هي سايكس بيكو 2 على المنطقة بحجة اللي هي محاربة الإرهاب ومحاربة داعش. هذه الخطورة اللي احنا بنواجهها في المنطقة. طيب المستقبل كيف سيكون؟ يعني حتى نختتم أو نختصر بهذه، يعني أنا أقول المستقبل حقيقة يعني مؤلم بكل معنى الكلمة. لما أقول يعني أنه إحنا للأسف لا نتعلم من الدروس اللي مرينا فيها. يعني نظل حقيقة نحن مثل التلميذ الغبي، لا نتعلم مطلقا، لا نتعلم من الأخطاء، لا نتعلم من الطعنات التي يطعننا الغرب باستمرار، لا نجلس مع بعضنا البعض ونفكر. يا أخواننا أنا عايش في بريطانيا منذ 40 عاما في الغرب لا يوجد رد فعل.
الغرب يكون يخطط لكل شيء قبل 5 سنوات وأحيانا قبل 10 سنوات، وتكون هناك مراكز بحث وعقول اللي هو think tanks هي التي تخطط، وهي التي ترسم الخطط من أجل اللي هو تطبيقها. ونحن الضحايا في كل هذه الحروب وكل هذه المشاكل. الاعتماد كله هو أنه إحنا يجب على الإعلام أن نتحرك كإعلاميين على وجه التحديد، أن يتحرك الشباب، وأن نعزز قيم التعايش. يعني يجب أنه إحنا نركز أنه يعني يجب أن نتوافق. يا أخي طب ما في الكاثوليك والبروتستانت عايشين مع بعض، يا أخي في الأوروبيين حاربوا بعض مئات السنين، الآن تصالحوا وعملوا دولة اللي هي الاتحاد الأوروبي. نفس الشيء الأمريكان، كل شعوب الأرض من في أبيض وأصفر وأخضر وأحمر ويتعايشين مع بعضهم البعض. طب لماذا لا نتعايش إحنا مع بعضنا البعض؟ يعني لماذا إحنا يعني نقسم بلداننا على أسس الهوية العرقية أو الهوية الطائفية؟ هذه المشكلة اللي إحنا نواجهها. يعني إذا ما صار في يعني شيء صحوة شبابية وصحوة إعلامية وصحوة سياسية وتركيز على قيم التعايش مرة أخرى، أن نبحث عما يوحدنا وأن نبتعد عما يفرقنا. يعني ربما يكون هذا كلام إنشائي، بس هذه هي الحقيقة. يعني هذا هو الأساس. وأن تكون هناك ديمقراطية حقيقية، أن تكون هناك مشاركة في السلطة، أن يكون هناك احترام للآخر، أن يكون هناك استماع للرأي الآخر. يعني أنا مرة سألوني، يعني قالوا لي يعني متى ستعود من غربتك وتعود إلى الوطن العربي؟ قلت لهم يعني طيب أنا مستعد أروح بكرة، بس من يتحمل صدور جريدتي في دولة عربية؟ يعني وريني دولة عربية ممكن أن تتقبل أني أنا أصدر جريدة بالحرية التي أصدرها مثلا في لندن. النقطة الثانية قلت لهم أعطوني قضاء عادل مستقل في أي دولة، أن يتساوى الجميع أمام هذا القضاء، والله العظيم سأعود غدا. يعني يكون هناك قضاء عادل، ما في تمييز بين يعني فلان اللي هو من طبقة وعلان اللي هو من فقير معدم أو ما شابه ذلك. وأن يعني عندما يكون هناك قضاء عادل وقضاء مستقل يتساوى أمام الجميع، فهذه هي الطريقة الأقصر لمحاربة الفساد، محاربة التمييز، محاربة الطائفية، أن يتساوى الجميع أمام القانون. فإحنا هذه القيم يجب أن نعود، بدأنا فيها في الثورات العربية، وللأسف يعني كانت هذه الثورات بلا قيادات حقيقية وبلا وعي حقيقي وبلا اللي هو يعني خبرة حقيقية لإدارة الدولة. طيب غيرنا أنظمة الحكم ولم نقدم البديل للشعوب العربية. ما في ثورة قدمت البديل للشعوب العربية اللي هو البديل الديمقراطي والبديل الحر والبديل الحريات وبديل القضاء وبديل كل هذه الأشياء لم تقدمها على الإطلاق. طبعا أنا بعتذر جدا لأني قدمت لكم صورة تشاؤمية عن الوضع في المنطقة العربية، لكن للأسف هذه هي الحقيقة. للأسف يعني الصورة قاتمة جدا. طبعا يعني حمى الله المغرب وحمى الله كل الدول التي استطاعت أن تتجنب كل هذه الأضرار التي لحقت بالمنطقة العربية. لكن نحن نأمل بأن تأتي هذه الصحوة وأن تغير أو على الأقل تقلص الأخطار التي نواجهها. شكرا لكم وشكرا على استماعكم، ورمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. حمى الله المغرب وحفظ الله الأستاذ عبد الباري عطوان على هذه المداخلة الرائعة. والآن سنمر مباشرة إلى مداخلة القاعة الحاضرة، وسيكون معنا أيضا بعض المداخلات أو بعض أسئلة مباشرة على الفيسبوك إن كانت هناك أسئلة، لأن الناس يتابعوننا أيضا على الفيسبوك. سنوزع التدخلات. أسماء، نعم. عبد الله الزين. مصطفى. أستاذ الرقراقي. إلى السطي. خالد. خامسان
خالد. سادسا رشيد الصباحي. نعم، اسم